حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ عندنا النهارده بقى اكلة اللمة الجميلة. ما بنعملهاش إلا لما تكون ايه، العيلة كلها ملمومة كده. فالاكلة دي بتبقى جميلة. وصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، متنسونيش في اللايك والشير. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا محققين النبي يا رب. عندنا هنا حبة زيت وبصلاية، ابتدينا نقلب فيهم لحد ما يتشوحوا، يعني البصلة تحمر. اهي حطيت 3 كيلو، اللي يعني شلت منهم 4 قطيات. 3 كيلو قوت. ضربتهم في الخلاط وما صفيتهاش. هنا بقى احط الحلة، وعاملة يجي 5 بصلات كده، قطعاهم حلقات. حطيت حبة زيت، حطيت على البصل، حطيت عليه شوية دقيق كده صغيرين عشان ايه، يبقى كريسبي، يبقى محمر وجميل. اللي عرف الأكلة بقى يقولي. العدس بجد. ده بقى هنعمل كشري، كشري مصري أصيل. يعني لا تقولوا لي أبو طارق ولا أي. فده بقى كشري مميدو. الصلصة اهيت، حطيت لها معلقة وحبة توم كده، حطيت لها كمون، وحطيت لها ملح. ما بتحطش أكتر من كده، كمون وملح وبس. وهنا بقى هعمل الدقة. فرمت شوية توم حلوين كده، ورحت حط عليهم خل، وحطيت عصرت عليهم ليمونة، وهحط عليهم بقى شوية كمون، حبة مية. وهضربهم بقى في الكبة عشان التوم ينعم. هفضيهم بقى في قلب بولة كده، على ما احطهم في اطباق صغيرة. وعندي تاني قرنين فلفل، هضربهم عشان مقطعها شوية قوطة كده زي تقطيع السلطة كده، واحط عليهم الدقة ديت. بيجيبها بقى من عند بتاع الكشري، بس ما تبقاش احلى من اللي انا بعملها. اللي انا بعملها احلى بكتير من بتاعة الكشري. والله انا ما بقتنعش اصلا الكشري بتاع بره. انا بحبش الا الكشري اللي بعمله في البيت، بيبقى جميل، وضامنه الحاجه بتاعته، القطه بتاعته بتبقى جميله ونظيفه. لكن محلات الكشري ديت ما اضمنهاش الصراحه. عملت الدقه اهي، دي بقى بتبقى طعمها جميل. والبصل بقى خلصته اهوت، خدت حبه زيت من بتاع البصل، عملت بالرز. الرز كان طعمه تحفه. البصل اهو طالع جميل. ما شاء الله ما شاء الله، الاكل كان حلو قوي. والله عملته وانا قاعده على الكرسي، لان انا كده كده ما بقدرش اقوم اقف، لان لسه تعبانه وبعمل جلسات علاج طبيعي.
فالحمد لله. الصلصة تقلت هتطلع حبة مية صغيرين. هنا حطيت مية عشان احط بقى المكرونة، هسقط المكرونة. يا حبايبي اللايك مش هيكلفكوا حاجة يعني، قبل ما تخرج من الفيديو انزل حط اللايك زي ما بيقول. هنا بقى ايه، هعمل الشطة، كترت الزيت عشان يبقى ايه، اللي عايز ياخد حبة زيت كده بتاعت الشطة ياكل. حطيت لهم حبة صلصة، شطة جميلة. هنا بقى هعمل كيس المكرونة السباكيتي، عملت الواحدة عشان انا عندي عيال ما بيحبوش المكرونة السباكيتي مع الكشري، فبحط لهم مكرونة من المقصوصة بس. كده خلصنا الكشري التحفة، تحفة تحفة تحفة، يستاهل بقكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير، واشوف وشكوا على خير ان شاء الله. مع الف سلامة.